بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. أيوا نكمل لكم لما طالبت السلطات في الجزائر سوا ديزون كيما يقولوا بالفرونسي سوا ديزون سلطات ما هي إلا عصابة خوتي، والله إلا عصابة وأنا مسميها الإرهاب الإداري، لأن الطريقة اللي يتعاملوا معها في الإدارة وفي المؤسسات على بالكم تشابه نفس الطريقة التي كان يستعملها الإرهابيين في وقت التسعينات في العشرية السوداء. الإرهابيين شا كانوا يديروا؟ بدل ما أنهم ربما مثلا هما كانوا يديروا أعمال مسلحة، تروح تحارب مثلا واحد اللي رافد السلاح باش تروح تدمر مؤسسات المواطن، كانوا يروحوا يحرقوا البلديات يحرقوا مصانع يحرقوا خدمة تاع مرخص. هذو ثانيت شحال هذو كانوا راكم عارفين عندهم السلاح يدو ليسونس ويدو المازوت وكاع يحرقوا، وهذو لا، هذو يريحوا في الكليما وراكم عارفين كلش خالص على الدولة ويحرقوا. هذا هو أنا على بها سميتهم الإرهاب الإداري. المهم لما قلت لهم بلي ودي هذا الفكرة نتاعي تاع الجواز الصحي مفروض تعاونوني باش نحمو فكرتي، وانتوما كدولة ما تكرموني ما تقول غير بارك الله فيك معني. شا داروا نتوما في ميسكم هذو تاع وزارة الداخلية؟ عندهم رقم أخضر 1100 مؤخرا وقفوه مدة شهر، حذفوا جميع المكالمات تاعي، جميع المكالمات حذفوها، وصفحتهم في الفيسبوك بدلوها، وحذفوا الرسائل اللي كنت أنا نرسلها في الماسنجر، لاخاطش كنت نرسلهم في الماسنجر، كنت داير اشتراك في الصفحة تاع وزارة الداخلية في الفيسبوك ونرسلهم في الماسنجر ونهدر نقولهم بلي ودي أنا هاجا قدمتوها منا كيف هذه وكم تقولوا الشباب. وشوفوا من 2019 أنا نقدم في المقترحات، ولا مرة هذاك الخبيث نتاع الشاقي سعيود ومن بعد نكشف لكم كيفاش سرق هو ثاني مقترحاتي، دار لي انفيتاسيون باش نحضر شحال من خطرة داروا ملتقى هذاك تاع المرصد الوطني للمجتمع المدني، وهذا كذلك بسبابي أنا بانا ولد عرضوني في مجلس الأعلى